ده فيديو عشوائي جدا ما يعبرش عن اي حاجه. بس فكره ان انت كل مره تروح تلعب اولمبياد، تروح تلعب بطوله عالم، تلاقي سيناريوهات غريبه بتحصل مع منتخب اليد. الموضوع ده بجد محتاج دراسه. اللي هو مثلا انت محتاج تعمل دراسه، فتروح ل 1000 واحد فيطلع 900 ليهم راي و100 ليهم لا، فانت بتقول 90% من الشعب البرتغالي بياكل مانجا، مش بياكل مش عارف ايه جوافه. بجد اللي بيحصل ده حاجه غريبه كل مره. يا اما بتخسر فرق نقطه في الثواني الاخيره، يا اما بتروح تتعادل. المره اللي فاتت كانت مع الدنمارك، تتعادل اللي قبل اللي فاتت تتعادل، وتروح اضافي وحاجه ما يعلم بها الا ربنا، تخسر فرق في ضربات الجزاء ولا في اضافي. المره دي بقى سيناريو، اغرب سيناريو انا ممكن اشوفه في حياتي. انت كنت متاخر ب5 نقط، ترجع تاني، فتيجي في الاخر تبقى متاخر نقطتين فتعوض. كان في مشاكل في الملعب بصراحه. يعني ما انا مش عارف. يعني بجد التغييره اللي بتحصل دي اللي هو بتروح للاعب البعيد عشان خاطر يطلع، بعد كده الحارس ينزل هنداوي او ايا كان مين هو الحارس اللي ينزل. دي غريبه قوي. يعني منطقي باقي كام ثانيه الاقرب للخط هو اللي يطلع وينزل هنداوي، بعد كده نشوف. برضه حصلت في ماتش ايسلندا، اللعيبه بتخرج من نص الملعب عشان اللعيبه التانيه تنزل. طب ما يعني لو انت خلاص هتبدل وخلاص، اقرب لاعب للخط ينزل. مش عايز تبوظ ملعبك، يبقى اللعيبه اللي راجعه، اللعيبه اللي انت كنت بتهاجم بيها، ارجع دافع بيها. ده منطقي. لكن اللي بيحصل بقى، سيبك من الشغل الفني ده، اللي بيحصل بقى وان انت تخرج بسبب كوره، جول، في اخر 3 اجزاء من الثانيه. الموضوع ده محتاج دراسه. يا اما اتحاد اليد يذبح ويريح دماغنا. يعني الموضوع بجد محتاج حد يقعد يفهم من اللعيبه، انتوا مشاكلكم النفسيه ايه، حد عامل لكم حاجه. لكن كل مره يحصل نفس الموضوع، والاقي اهرب من المانيا تطلع لي اسبانيا، اهرب من اسبانيا تطلع لي الدنمارك، هسيبها تطلع السويد في البطوله اللي فاتت، المره دي يطلع لي فرنسا. هو في ايه؟ هو منتخب مصر خلاص ما فيش غيره؟ اي حد بيحب يعمل ريمونتادا، مش ريمونتادا، اي حد يحب يخسر او يكسب في السنه الاخيره يروح جاي ملاعب منتخب مصر ويحرق دمنا وحاجه ما يعلم بها الا ربنا.